ولد مشرف انتاج قال لي عنده دلوقتي ثلاث 4 شهور ولا 5 شهور متاخر عنده، لا خدت مره حافز في يوم ولا خدت حوافز مره في شهر ولا خدت ارباح في سنويه انا وزمايلي كلهم العاملين، غير ان هو بياكل جميع المنشآت اللي حوالين منه اللي هم تحميه بما فيها القوى العامله بما فيهم محمد اسمه محمد حنفي رئيس المكتب، وعلى الورق كله يشهد الكلام ده. قبل ما ناخد عمالنا ونروح مكتب العمل بيبقى يروح له الظرف وعلى الورق اللي هو وعلى الورق الحكومه شركه مساهمه، يعني شركه مساهمه دي بتاخد ارباح، واخد الارض ببلاش، شركه مساهمه دي بيوزع ارباح، طبعا على الورق ارباح انما مش على الورق مفيش حاجه. مفيش عامل خد حافز يوم واحد بس في الشهر، واقل مرتبات على مستوى المصانع كلها هو دلوقتي بياخدها دكتور فريد طوبيا صاحب المصنع بحضرتك، واخد الارض ببلاش من الدوله، ولا ارباح سنويه ولا حوافز ولا حتى المرتب اللي ناكل بيه احنا عملنا. يعني احنا الشركه الوحيده من نوعها الفريده من نوعها على مستوى الجمهوريه العربيه اللي هي بتطالب بالمرتب. اول حاجه بتغطي على صاحب العمل مكتب العمل اللي احنا تابعين ليه. اي جهه بنروح لها بقالنا 3 سنين نروح له وعارف قصتنا من اول موظف لاخر موظف في مكتب العمل، عارف القصه بتاعت لو هم فعلا حقانيين وبيقولوا احنا العدل يمشوا في العدل، احنا مش طالبين نخابط العمال في مصر نشتغل، عارف قصتنا كله مع صاحب المنشأ، انتوا عايزين كله مع صاحب 560 عامل تخلوا من البلطجيه وانتوا بتقضوا على البلطجيه والارهاب هنبقى بلطجيه، انما احنا بنروح عايزين نشتغل عشان احنا شرفاء. هنولع في نفسنا وبعد اتفرجوا علينا. انتوا عايزين ايه؟ اللي انتوا عايزينه بجميع التلفزيون صورنا استوديو 27 في التلفزيون عنده نسخه من الكلام اللي احنا بنقوله ده كله. استوديو برنامج 27 عنده نسخه من الكلام اللي احنا بنقوله ده كله. موقع رصد على الانترنت عنده نسخه من نفس الكلام اللي احنا بنقوله. القوى العامله كمان مصراوي عنده نسخه من نفس الكلام اللي احنا بنقوله. يعني ما سيبناش مكان ولا جهه ولا تصوير الا لما قلنا نفس الكلام ده وكل حاجه مش عارفين نعمل معاه، يعني احنا مش قادرين نوصل معاه في حل ولا اي حاجه. اخر ما نزهق نولع في نفسينا وتيجوا تتفرجوا علينا بعد البلوه ما تعدي.